أنا رند عاصي حج يحيى، عمري 16 سنة، من مدرسة عتيد. من وين بديتي العزف على الكمان؟ وكيف أرثت الفكرة الناجحة في المجتمع؟ بديت العزف من حوالي 12 سنة، أما العزف على آلة الكمان مش زمان، صار لي سنتين بس. شو الآلات اللي كنت تعزف عليها يمكن؟ كمانجا، أورج، مندولين، منتليفون. كيف كانت بدايتك بالعزف على الكمان؟ أول إشي أنا كنت أعزف زمان، فيش تشجيع عادة بالطيبة وهيك. بعدها أنا شفت إنه الكمانجا هي الآلة الوحيدة، أو بالأحرى هي أكثر آلة اللي بتطلع إحساس البني آدم والأشياء اللي جواته بتعبر عنه. كده إلك تعزفي 12 سنة. مع الكمانجا؟ سنتين. مين شجعك؟ بشكل عام كثير ناس شجعتني، بس أغلبهم بالحكي، مش بالفعل. أكثر ناس شجعوني هم أهلي وأستاذي أسوان شاهين من دالة الكرمل. شو قصدك إنه شجعوك من ناحية فعل؟ إنه كثير ناس بيقولوا وإحنا بندعم والموسيقى منيحة وهيك وإشي، بس لما يجي وقت إنك بدك تطلع حفلات أو بدك تعزف أو إشي كثير بحبطوا البني آدم. وين بتتدربوا وكيف؟ بتدرب دالة الكرمل أو بكفر قرع، وبدي أصير أدرب جديد بالناصرة عند ابني الملحن أسعد مطر، وبيجي أستاذي مرات على الطيبة بعلم دروس. بأي محل تدربت على العزف؟ 4 على الكمان، محل واحد وبده يصير مرتين. على باقي الآلات؟ 4 معلمين بس. أكثر معلم يعني اللي أطلعنا هالإشي هو أسوان شاهين. من هم اللي كانوا يدربوك؟ زياد حبيب، جرير الصابر، هاي هو ويوسف سلامة، وهسه أسوان. كيف بتشوفي حالك بالعزف؟ هل هو باحتراف أم مجرد تسلية وموهبة وأنت راضي عن حالك؟ بعتبر العزف هو أكثر احتراف، لأنه يعني أنا بعد هسه صرت صف 11-12، بعد هاي الفترة استنتجت إنه الواحد لازم يساوي الإشي اللي بيحبه بهاي الحياة، الإشي اللي بيساعده. والكمانجا أنا بستعملهاش بس إنه كآلة للتسلية وإشي، هي طريقة إني أعبر عن حالي. في ناس بيعبروا عن حالهم بالرسم وإشي، أنا بعبر عن حالي بالعزف. أنت راضي عن أدائك؟ فيش ولا عمره بني آدم بيكون ناجح كراضي عن أدائه، دايما الواحد بيسعى للأفضل. كيف بيكون شعورك وأنت تعزفي؟ شعور بجنن، بحس حالي طايرة يعني. انه مثلا بكون زعلانة او اشي، انه بس بعزف، انه هاي بحسها انه مش بس آلة، انه هاي زي علاج لاشياء كثير، لحزني. بتقضي أغلبية وقتك بالعزف والتدريب أم ولا في هناك أشياء تانية؟ لا، غالبا بالعزف. حسب رأيك الناس بالطيبة أو بشكل عام بتقبلوا هاي الموهبة وبدعموها ولا بالعكس؟ الحقيقة بالمرة بتقبلوش هاي الموهبة، وكثير بحبطوا، لأنه كلهم أول إشي مفكرين إنه الكمانجا أو العزف كعزف وستام إشي، إنه مش لازم يدرس بالمدارس. كثير بدك تساوي عزف أو إشي، كثير بيطلع منتقدين بإنه هاي الإشي حرام ومش حرام. في ناس حتى بدهم خالف تعرف، إنه بس بدهم يبينوا حالهم، فما بيلاقوا شغلة إلا يحكوا عليها بحجة الدين، يعني باسم الدين بيحكوا عنها. حسب رأيك يعني أنت مع فكرة إنه يحطوا بالمنهاج الفن من ناحية عزف؟ طبعا إشي أساسي لازم يكون. بتفكري تحولي هاي الموهبة لمهنة بالمستقبل وتكسبي منها؟ هاي حلمي. شو هدفك من ناحية فنية ومن ناحية ثانية؟ هدفي أول إشي أوصل إشي كبير كثير بالموسيقى، وحلمي هو من وأنا وصغيرة إشي موسيقى. ويعني لما أصير إشي يعني الطيبة ناقصها كثير أشياء من ناحية موسيقى، فلما واحد يطلع من الطيبة بده ناس يتشجعوا أكثر يفوتوا. فيش عنا ناس اللي عندهم الإرادة إنهم يفوتوا إشي، بخافوا. ليه بخافوا؟ لأنه أول إشي إحباطات الأشياء، العوامل اللي جنبنا، إنه واحد يروح يتعلم موسيقى كثير إشي غالي، وإنه المعلمين بالطيبة يعني مع احترام لكلهم بيعلموناش إنه نعزف بإحساس أو نطلق الأشياء اللي داخلنا، بيعلمونا بس اعزف زي رياضيات أو فيزياء أو أشياء هيك. عزفت بحفلات؟ كم حفلة عزفت فيها؟ بعرفش بالضبط، بس بتذكر أول حفلة إلي كنت بصف الأول مدرسة الزهراء. شو كان إحساسك؟ طبعا رعب، مش كيف بعدين شجعتي؟ إيش
إشي يشجعك لما طلعت على حفلات تانية بقيت إنه مش على الآخر متوترة وخايفة؟ انا بحس حالي انا من النوع، في ناس بيعبروا عن حالهم بالرسم، بالحكي، بالاشي. انا يعني بورجي ناس شخصيتي وشو انا بدي عن طريق العزف، فده في كل اشي كثير لقدام احسن. بكل اشي طبيعي كل واحد يخاف يعني اول اشي. شو بنقصد طيب حسب رأيك بشكل عام وللفن بشكل خاص؟ عنا فيش احترام للفن، فيش عنا تقبل الآراء وهو اللي وصل لهاي الاشي، وفيش يعني العالم يعني البلد نفسها تدعم انه انت تصير روح رياضيات او تتطور بالعربي او اشي، بس فيش حدا بيطورك من ناحية فنية، مش بس بالموسيقى يعني بالرسم وبالهاي. انهم يفكروا انه الفنون هي اشي هامشي بخلال، مش اشي، وانه الموسيقى اشي سهل ستام. يعني هم منغلقين بزاوية معينة، منغلقين بزاوية انه التعليم. شو بتحب تكون رسالة للشباب والشباب في الطيبة بشكل عام؟ انه الموسيقى مش اشي هبل، الموسيقى اشي كثير كثير حلو وفوق ما انا بتوقع. يعني انا بعد ما حسيت الموسيقى، يعني بغض النظر يعني انا انه عن المعلمين اللي بالطيبة وهيك او شو هم ماخذين فكرة، الموسيقى يعني اشي بجنن يعني. بنصحهم يفوتوا يعني مجال الموسيقى. بتقدر تسمعينا مقطوعة من معزوفاتك؟ طبعا.